البرلمانية أن تتم، ونريد أن نكفل لها، ونريد أن نكفل للانتخابات جو الهدوء حتى تتم، ونريد مثلنا مثل كل شخص يعيش في هذا البلد أن تتوقف أحداث الانفلات الأمني، ونريد أن نكفل الاستقرار حتى نستطيع أن نتجاوز المحنة والعطلة والبطالة وغلاء الأسعار. ولكن الذي حدث أننا فوجئنا بهم كلما هدأنا لهم أنهم يستعملون هذا الهدوء لا من أجل الأغراض النبيلة التي ذكرتها، وإنما من أجل أن يمتد الحكم الانتقالي العسكري. وكلما قدمنا لهم وقدمنا لأنفسنا قبل أن نقدم لهم ما يكفي لهدوء البلد، إذا بهم يستخدمون هذا الهدوء على أنه تخدير قد تم وغيبة وغفلة قد حدثت، حتى يستخدموها لكي يعلنوا بكل صفاقة أنهم سينتظرون إلى السنة بعد القادمة فوق رؤوسنا رغم كل الطلبات التي سمعوها. لذلك يا إخواني الرحم التي بيني وبينكم، حتى لو كنتم 10 أفراد فقط ولم تكونوا هذا العدد، هي أنني أخاطب الدماء التي لا تزال تشعر بالكرامة تتدفق في عروقها، والتي سيستمر سنتين في الحكم، وأن الذي يفسد المسلمون للرئاسة اجتمعوا وطالبوا، والأحزاب اجتمعت وطالبت، والهيئات والائتلافات اجتمعت وطالبت، ثم في صبيحة اليوم التالي اجتمع العسكر وقرروا أنهم كأنهم لم يسمعوا وأنهم سيستمرون إلى السنة بعد القادمة. هذا هو الذي يعطل الإنتاج، هذا الذي هو يفسد البورصة، هذا هو الذي يجعل البطالة تتفشى، هذا هو الذي يؤدي إلى الانفلات الأمني. مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، المجلس يمشي، مش هنمشي، المجلس يمشي. وأود أيضا أن أذكره، صدقوني لو كنت أستطيع أنا شخصيا، لو كان عندي هذه الإمكانية
الشعب يريد إسقاط المشير. الشعب يريد إسقاط المشير. الشعب يريد إسقاط المشير. انت اذكى من المشير. ايها الاخوة، هل يا ترى سننتظر حتى هل يا ترى سننتظر ونترك لهم الشعب فريسة حتى يحولوا الشعب على مهلهم خصما لمن يطالب بالحرية الحقيقية؟ الفارق، واسمعوا يا مصر كلها، الفارق بين ما حدث في مصر وبين ما حدث في بعض البلاد العربية المباركة ان الشعب المصري لم يترك الوقت وصمم كل التصميم، وبدأ بعد 10 ايام يتحرك من هذا المكان الى كل مكان. يومها عرفوا ان هناك من لن الإسلام البطولة كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا